في قلب السوق الكبير، حيث الأصوات تتعالى والموازين ترفع وتوضع، يتراجع العدل أحيانا أمام صوت الظلم والبغي. هنا في هذا المكان الذي يعج بالناس، تتراكم الهموم على أكتاف البسطاء، وكأنها صخرة ثقيلة تأبى السقوط. حسن المسكين اتقبض عليه فجأة كده والتهمة كلها ملفقة. وكلنا عارفين انه راجل شريف، لا سرقة ولا خداع في تجارته. بس احنا السبب، ساكتين طول الوقت ومش بنقف جنب بعض. وكنت عايزنا نعمل ايه؟ نتحدى الخواجة عادل ونبقى زيه في الحبس؟ ساكتين زي الجبناء. لو وقفنا مع حسن كان زمانه حر دلوقتي. اسمعوني كلكم، الساكت عن الحق شيطان أخرس، واحنا كلنا مسؤولين عن اللي حصل لحسن. طب نعمل ايه دلوقتي؟ الخواجة عادل هو السبب، كل المشاكل جاية من عنده، وده واضح لأي حد عنده عقل. طيب ما نروح نهاجم تجارته، نحرقها ونقدم الراجل ده. ايوه، لازم يدفع ثمن اللي عمله في حسن. لا، الهليلة والعفوانة دي مش هتحل حاجة، احنا مش مجرمين زيه. طيب نعمل ايه؟ نفضل ساكتين زي ما احنا؟ لا، هنروح للمحتسب، لازم يعرف ان اللي بيحصل في السوق ظلم. وايه اللي يضمن انه هيسمعنا؟ لو الكل وقف واتكلم بصوت واحد محدش هيقدر يتجاهلنا. السوق لازم يكون صوت الحق مش الخوف. يمكن دي أول مرة نحاول نغير حاجة، بس مش هنسكت تاني. احنا معاك يا زين الدين. قفزت الكلمات من فم زين الدين كالسهام، اهتز القلب وارتعشت الأنفاس. أهو الحق الذي كانوا يخشون سماعه، أم إنه جرح الضمير الذي أبى ألا ينحاز؟